السلام عليكم. في الفيديو الثاني من السلسله ديال تعلم الذكاء الاصطناعي، في هذا الفيديو غادي نشرحوا الماشين ليرنين اولا تعلم الاله، وغنشرحوه ببساطه وبالدارجه. تعلم الاله هو جزء من الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلنا في الفيديو الاولى، الذكاء الاصطناعي كيعني اننا خلينا الاله كتقلد الانسان ولا الذكاء الطبيعي. فالآلة ولا البروغرام ولا كيتعلم بوحدو وكيطور راسو بلا تدخل الانسان. هادشي علاش كنسميوه تعلم الآلة ولا لابرونتيساج اوتوماتيك، يعني ان التعلم ولا آلي اوتوماتيك. ولكن قبل ما نفهموا الماشين ليرنين خصنا نفهموا الكلاسيكال بروغرامين ولا البرمجة التقليدية. في البرمجة التقليدية كنعلموا البروغرام خطوه بخطوه كيفاش يحل المشاكل. يعني المبرمج هو اللي كيتكلف كل شيء، خاصو يكتب القواعد، خاصو يكتب التعليمات بشكل واضح ومفصل، والبروغرام كيتبع التعليمات فقط، ما كيتعلمش بوحدو، ما كيزيد والو من عنده، كيدير اللي قلتي ليه بالحرف. وهذه هي الطريقه ديال البروغراماسيون اللي كاينه في السي، في سي بلس بلس، في جافا، بايثون، يعني لي لونغاج دو بروغراماسيون العاديين. ففي البرمجه التقليديه البروغرام ما كيدير والو حتى تشرح ليه كل قاعده وكل خطوه بالتفصيل. خاصك تكتب القواعد كاملين وتفهم ان البروغرام راه ما كيكملش من راسو. يعني الا كانت شي خطوه ما دخلتيهاش نتايا في الرولز ولا في البروغرام ديالك، راه ما غاديش يعرف شنو يدير ويقدر يكراشي. ناخذ مثال توقع ديال الثمن ديال واحد الدار. مثلا انا بغيت ندير واحد لابليكاسيون ولا واحد البروغرام اللي كيتوقع ليا الثمن ديال الدار. اول حاجه كندير هي كنحط رولز واللي كنسموه حنا كيتشارج ولا لي فونكسيوناليتي. قبل ما ندير لابليكاسيون ديالي شفت مختصين في العقار واستشرت معاهم ودرنا واحد ليتود، ولقيت ان كاينين 3 ديال العوامل اللي كيأثروا في الثمن ديال المنزل. ديسكليمر ان هاد العوامل راه غير افتراضيين باش نتعلموا بهم الفرق ما بين الكلاسيكال بروغرامين والماشين ليرنين، ماشي حقيقيين. دونك نفترضوا انني لقيت ان اول عامل هو المساحه، يعني كل ما كبرت الدار كيزداد الثمن ديالها والعكس صحيح. ثاني عامل هو الموقع. مثلا قلت ان الدار اللي كتكون في احياء اللي تعتبر راقيه كتكون غلا من الدار اللي كتكون مثلا في حي متوسط ولا حي شعبي. وثالث عامل هو العمر ديال الدار. افترضوا مثلا ان الدار اللي كانت قديمه كتنقص من لا فالور ديالها، والا كانت جديده كتزاد لا فالور ديالها فرضا. هذه هي اول عمليه في الكلاسيكال بروغرامين والبرمجه التقليديه، اننا نحددوا العوامل المؤثره في الثمن ديال المنزل. من بعد كنحولوا هاد العوامل الى قواعد ولا رولز. اشنو كنعنيو؟ مثلا رولز ديال المساحه، كنقولوا ان كل متر مربع مثلا كيضيف 8000 درهم اكزامبل. في الموقع كنقولوا ان حي راقي نزيدوا واحد 200,000 درهم، حي شعبي نزيدوا 50,000 درهم مثلا. والعمر كنقولوا مثلا ان كل عام يقدر يحيد لنا واحد 10,000 درهم من الثمن. هادو بيان سور راه غير امثله. هاد 3 ديال القواعد اللي حطينا هما الرولز اللي كنعطوا للسيستم باش ياخذ لا ديسيزيون. البرمجه التقليديه كتخدم مزيان ملي كتكون الحالات سهله وفيها قواعد واضحه، ولكن اون فوا كتزاد التعقيد ولا لا كومبلكسيتي كنوليو نواجهوا بزاف ديال المشاكل، وكنلقاو راسنا قدام احتمالات لا متناهيه endless possibilities. يعني واش ما كاينش مثلا واحد النوع ديال الديور اللي كل ما تزاد العمر ديالهم تزاد لا فالور ديالهم، ولا ما كاينش واحد النوع ديال الاحياء راقيه اللي بعيده على المرافق. من نقدروش نزيدوا في لي فاكتور مثلا حوايج اخرين. واش غير المساحه والعمر والموقع هما اللي كيتحكموا؟ علاش ما نزيدوش مثلا القرب من
محطات المواصلات بحال لي ستاسيون دو ترام ولا لي ستاسيون دو ترام، ولا القرب من المدارس، الناس اللي كيبغيو ولادهم يقراو حدا الدار. فهنا فين كيبداو المشاكل ديال الكلاسيكال بروغرامين. لان المشكل هنا هو ان البروغرامور هو اللي خصو يزيد هاد لي شونجمون. فمثلا الى تحت فواحد لا سيتوياسيون ديال واحد الانسان باغي دار فيها تيراس، مثلا تيقول لك انا الدار بغيتها تكون فيها تيراس وكنعتبرها شي حاجه مهمه، فخصك تدخل الكود وتبدلو وتزيد واحد البلوك ديال الكود ولا دي بلوك ديال الكود اللي تزيدوا هذا العامل. ولا انا بغيت نخدم حدا الدار، انا ما باغاش نضرب طريق الخدمه، دونك خاصك تزيد عاوتاني لين باغ لين في الكود ديالك. فلا بروغراماسيون كلاسيك ولا البرمجه التقليديه ما كتادابطاش للشونجمون دغيا، ما عندهاش لادابتاسيون كاع. يعني فين ما كان شي شونجمون خاص لو كود اما يتعاود ولا خصو يكون كودي من ان اكسبير اللي دار في الحساب انه يقدروا يكونوا دي شونجمون ودار الكود بواحد الطريقه اللي مانتونابل. فاللي صعيب في البرمجه التقليديه هي اننا خصنا نبرمجوا كل قاعده يدويا، وهذا الشيء كيولي صعيب بزاف ملي كيتبدلوا الظروف ولا كيتزادوا الاحتمالات ولا كيتزاد واحد الفاكتور جديد. زائد ان هذه القواعد كتعتمد بالاساس على الفرضيات وعلى الفهم ديال الانسان اللي حطها المره الاولى، وهذا الشيء تيخلي ان الكودين كيولي صعيب، وكيولي خاصنا ان بروغرامور لي اكسبيريمونتي كيحترم القواعد ديال لا كاليتي لوجيسيال باش يدير لينا اون ابليكاسيون لي روبوست و دو كاليتي. وغادي نبقاو ديما محتاجين لهاد البروغرامور اشاك فوا يكون واحد الابديت خاصو يجي ويعاود يدير لنا الابديت ديال اللوجيسيال، لان لابليكاسيون ما كتطورش من راسها وما كتعلمش من تلقاء ذاتها، دونك ديما خاصنا الميزاجور. هنا كيبان لينا المشكل الاساسي في لا بروغراماسيون كلاسيك، هي ان ضروري الانسان خصو يتدخل اشاك فوا كانت معطيات جديده. اشاك فوا كانت شي حاجه جديده خص الانسان يتدخل ويكتب الكود بيديه، يعني الكود ما كيتطورش ما كيتعلمش، الي فيكس وفيجي. وهنا فين كيجي التعليم الالي ولا الماشين ليرنين. الماشين ليرنين مبني على واحد الفكره سهله وبسيطه، هي ان البروغرام كيتعلم بوحدو بلا ما نعطيه انا الرولز، كنعطيه غير الداتا وهو كيخرج الرولز والانماط ولا الباترنز بوحدو، وما يحتاج انني نبقى واقف لي فوق راسو كل ما تبدلات شي حاجه، وانما تيدير لا ميزاجور بوحدو. الوغ كيفاش كيخدم الماشين ليرنين ما غندخلوش في الديتاي في هاد لا فيديو، غنخليو حتى من فيديو جايه باش ندخلوا في لي ديتاي تكنيك. دابا غنشرحوا غير الكونسيبت. الوغ اول حاجه في الماشين ليرنين هي انني كنجمع الداتا. فبالنسبه للمثال اللي شفنا قبيله ديال شراء منزل، غالبا الداتا غتكون شي حاجه بحال هكا، هو واحد الجدول فيه دي لين و دي كولون. الوغ لي لين هما المنازل ليستوريك ديال المنازل اللي تباعوا، لي كولون هما العوامل اللي خديناهم بعين الاعتبار، فاحنا خدينا العمر والموقع والمساحه. داكوغ، دونك هنا للتبسيط خدينا 5 ديال لي زيكزامبل، خدينا 5 ديال لي زيكزامبل ديال الديور اللي تباعوا، دونك تباعوا 5 ديال الديور خديناهم. حنا في الحقيقه راه كناخذوا ملايين ديال الامثله على مدار 5 سنوات 10 سنوات. كل ما كانت الامثله اكثر كل ما كان احسن، لان الداتا والبيانات هما الاساس ديال تعلم الاله ولا ديال ماشين ليرنين. فالمنزل الاول فيه 100 متر كاري، هو الموقع ديالو حي راقي، الوغ راقي 1 شعبي 0، عنده 10 ديال السنوات، تباع 135 مليون. مزيان. الدار الثانيه 80 متر كاري في حي شعبي 5 سنوات، تباعت ب 30 مليون. الدار الثالثه 120 متر كاري في حي راقي 20 سنه، تباعت ب 140. الدار الرابعه 110 متر كاري في حي راقي 15 عام، وتباعت تقريبا ب 157.
والدار الأخيرة 120 متر كاري في حي الشعبي، 8 سنين تباعت ب 75. الوغ الا كنا في المايند سيت ديال كلاسيكال بروغرامين وبغينا نخرجوا رولز ولا قواعد من هاد الداتا، وسولتك قلت لك شنو بان ليك، شنو هما الرولز اللي نقدروا نخرجوا باش نديروا البروغرام ديالنا. الا اعتبرنا المساحه غنلقاو ان مثلا الدار الثالثه والخامسه عندهم نفس المساحه، ولكن الثمن راه تقريبا وحده الدوبل ديال الاخرى. الا اعتبرنا العمر، ماشي ديما دار قديمه كتباع بقل من دار جديده. داكو، مثلا هي هاد الدار عندها 20 عام، الدار الثالثه عندها 20 عام تباعت ب 140، والدار الاخيره عندها 8 سنين تباعت ب 75. فكيفاش غادي ندير انا نخرج هاد الرولز؟ في الماشين ليرنين حنا ما تنديروش هاد العمليه، كناخذوا هاد الداتا وكنعطيوها للبروغرام وهو اللي كيخرج لي الرولز، هو اللي كيفهم وهو اللي كيعطيني شنو فهم من الانماط، وخا يكونوا معقده وخا يكونوا صعيبه وخا يكونوا متداخلين في بعضياتهم كيف ما شفنا قبيله، فهو اللي كيتكلف. اون بلوس الا كان الابديت، يعني الا تزادوا ديور جداد، فانا لوبيراسيون اللي كندير هي انني كنزيد في لا ليست ديالي، بلاص ما يكونوا عندي 5 غيوليو عندي 10، بلاص ما يكون عندي 1000 يوليو عندي 2000. يعني كندير الابديت ديال لا ليست وهو اوتوماتيكمون كيدير الابديت ديال الرولز ديالو ولا ديال النوليدج ديالو. وإلا تزادت شي حاجه اخرى، مثلا تزاد عامل اخر، فانا كنزيد في لي كولون. مثلا الا تزاد القرب من المدارس، الا تزاد القرب من المدارس غتولي هذه هي الداتا ديالي، واش قريب ولا ماشي قريب. فهنا كنزيد العامل في الداتا وكنعاود ندير ما يسمى بالترينين، يعني كنعاود ندير ترين الموديل ديالي، كنعطيه الداتا كيشوفها وكيعاود يتعلم. فهنا شفنا ان تعليم الاله ولا الماشين ليرنين جا باش يتجاوز المشاكل اللي كانوا في الكلاسيكال بروغرامين، واللي هي كانت محدوده بالقواعد المكتوبه يدويا، وديما محتاجه الانسان انه انترفوني ويحل المشكل، وما كتقدرش تتعامل مع الانسرتينتي، الغموض ولا التغيرات. فتعليم الاله كيعتمد بشكل اساسي على البيانات ولا الداتا، فكيتعلم منها الانماط بوحدو، كيتعلم منها القواعد، وكيقدر يتاقلم مع اي تغييرات جديده. كيف ما شفنا في اي تغيير كنبدل الداتا وكنعاود ترينين. فالسر هو ان الداتا خصها تكون good quality، يعني خصها تكون دقيقه، خصها تكون الجوده جيده، وخصها تكون ايضا كثيره، يعني متوفره. كل ما كانت عندنا الداتا كل ما مزيان، وكل ما تجاوزنا حدود البرمجه التقليديه كل ما وصلنا لذكاء متطور اكثر. خليكم معنا في الفيديو الجايين باش نفهموا اكزاكتومون كيفاش كيخدم الماشين ليرنين بطريقه تكنيك اكثر.